كيف تزيد من عمرك الإنتاجي؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أقل الأمم أعمارا، ولذلك عوضها الله سبحانه بأعمال يسيرة بأجور كثيرة وكبيرة، منها أعمال تبنى منها الجبال الشاهقات من الحسنات في أوقات يسيرة وهي كثيرة في شريعتنا السمحة. فمثلا تجارة النيات هي تجارة العلماء، ومعنى ذلك أنهم يستحضرون النيات الكثيرة في العمل الواحد فيفوقون بالأجر على من سواهم. وهذا مثل ختمة القرآن، فيها أكثر من 300 ألف حرف، والحرف ب10 حسنات، يعني أكثر من 3 ملايين حسنة. ولكن مع تعدد النيات ستنال أكبر قدر من الحسنات، وذلك أن تنوي بهذه الختمة القراءة والتدبر والتلاوة وطلب العلم وحفظ الوقت وهكذا. كذلك من دخل المسجد فيصلي ركعتين ينوي بهما ركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة. ومن الأعمال اليسيرة وأجورها كبيرة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، متفق عليه. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، رواه أحمد وابن ماجه. يعني تصلي يوما واحدا في المسجد الحرام أفضل من 277 سنة. وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. فكيف بالفريضة نفسها؟ ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. هل تخيلت 4 أنفس كم قيمتها؟ ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، رواه مسلم. وليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني خير من 83 سنة. ومن صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، رواه مسلم. وجبل أحد يقدر بملايين الأطنان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماوات والأرض، رواه مسلم. ومن توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. كذلك من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. وركعة الضحى تجزئ عن 360 صدقة، وذلك عدد مفاصل الإنسان كما روى مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، متفق عليه. ومن أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. أي من أحب أن يبسط له في رزقه فيكثر ويوسع عليه ويبارك له فيه، وأحب أن يؤخر له في عمره فيطول فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. ومن أفضل الأعمال المشاركة في الأوقاف الخيرية، تشارك فيما يمر عليك من الأوقاف ولو بمبلغ بسيط، لذا يجب أن يكون لك عمل يجري بعد موتك، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. ونشرك لهذا المقطع من الأعمال التي تزيد في عمرك الإنتاجي بإذن الله تعالى. أخيرا انتبه، لا تضيع ما جمعت من الحسنات والأجور العظيمة في ظلم وغيبة ونميمة وغيرها.